مشاهير دبي يلي كانوا قدوة أو واجهة بعيون ناس هواية، بس في لحظة يصيرون بنص أكبر حملة مقاطعة في السوشيال ميديا. فشنو صاير وشلون بلشت الحملة وشنو السبب راح نعرف من خلال هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم أخباركم؟ طبعا ما شاء الله على النشاط، صايرة أنزل فيديوهات مستمرة، لا ومتأخرة هماتين بعد ما الناس كلهم حكوا بالموضوع، جيت أني بالأخير. يلا أهم شي أنزل فيديو. أعرف ما حد مهتم، بس يلا نبلش الفيديو. النظرة القاتلة، النظرة الدموية. اولا حرفيا الموضوع ما بلش من اشاعة، لا كان اكو ردة فعل الناس شافتها سلبية او مهينة من شخص اسمه شيرو، وهماتين فيديو لعرس يومي. طبعا بعد هذا الفيديو الناس صارت في حالة إدراك إنه أو ماي جاد، شنو الشيء اللي جاي نتابعه، شنو جاي نشوف إحنا. حسوا على نفسهم إنه الأشياء اللي دي يتابعوها والأشياء اللي دي يشوفوها غلط، أوكي، لأنه شافوا إنه دي يبرزون أشياء ما تمثل الحياة الطبيعية. يعني مثلا تصنعهم ويبالغون هواية بالأشياء اللي يمتلكوها، مثلا السيارات والبيوت والأشياء الثمينة اللي يطلعوها أثناء التصوير، لدرجة حتى لو الشخص كان عايش برفاهية راح يشك انه هو يستحق اكثر من هيجي، وراح يكون في عدم قناعة، يعني ما راح يقتنع بأي شيء عنده او اي شيء يمتلكه، وهذا اكيد شي غلط، وانه هاي مو حياتهم الطبيعية ودا يبالغون. وصار انقلاب جدا كبير، والناس تعاونت على حملة دبي، وبعد ما بلشت الحملة وكبرت ما شملت فقط مشهور او مشهورين، لا شملت هواية مشاهير، منهم شهد وهدى بيوتي ونارين بيوتي واللخ، يعني شملت هواية مشاهير، وبين قوسين مشاهير دبي. وهنا كانت الصدمة، نزل فيديو عن شيرو يوضح ويقول شغلة ترند على تيك توك، صار هجوم علينا كلنا، ما بعرف ليش، بس اني بس احكي شغلة، اكيد راح اشوف حالي على التيك توك، شو صعيلة ما صعيلة مدري شو. نحن ما بنتضايق لو بنشوف هالشغلات، بالعكس بضحك كثير وببسط كثير، لانه بشوف مثلا قديش مثلا ناس بتكرهنا مقهورين، يعني الحمد لله عايشين احلى حياة من جوا ومن برا. ما أعرف هذا شي يحس شبيك بابا دمعة بعينك وتقول ما همني. عزيزي ما يصير نتكلم بهاي الطريقة ويا الجمهور، لأن من بعد الله هم مثل ما رفعوك بلحظة ينزلوك. معقول الشخص اللي يسوي لي قيمة أنا هيجي أحكي وياه؟ هذا فعلا ما يستحق الشهرة. أوف، خليها ببالك عزيزي المشاهد، كل شخص مشهور بلياك ما يسوى شي، وانه انت حرفيا يلي تسوي له قيمة، ووجودك مهم ويا الاشخاص الصح يلي يقدروك مثل ما تقدرهم. هلو جايز. هاي اوسي. هاي شيري. فلوج يا كيفكم فلوج شيري؟ شو اخباركم؟ حنسافر اليوم مع بعض لأول مرة. يقولون بعد ما تزوجت تغيرت. شوفوا يا جماعة الخير، أنا صراحة ما أعرفهم حق المعرفة، بس أحيانا يعني يطلعون قدامي ترند أو اكسبلور، بس يقولون بعد ما تزوجت تغيرت وتصرفاتها تغيرت، والناس اللي تتابعهم تضايقوا من هذا الشيء، وإنه هي صارت تتصنع بشكل غير طبيعي، وصارت الناس تاخذ هاي المقاطع ويحطون عليها فلاتر ويضحكون. صراحة أني ما راح أدافع عن أي شخص، بس أكو بعض من البنات أمام الشخص اللي يحبوه تصير وياهم حركات أو تصرفات غير إرادية، بس هي ما مجبورة تصور الخصوصية أو تنشرها، فهنا راح تتحمل جميع الآراء سواء كانت سلبية أو إيجابية. وللأسف الشديد أني ما راح أكون ضمن حملة دبي، لأنه أني صراحة ما متابعة أي شخص منهم ولا حتى أعرفهم زين،
وخايفة أخربط بالأسماء مالتهم لأنه ما شاء الله عائلة بيوتي يتشابهون. هسه تعالوا نشوف رد المشاهير على حملة إلغاء متابعة شلة دبي. عاملين حملة على المشاهير، بس اللي فتح هذا الباب هو أخوها لوحدة، أوكي، وكتير قل الأدب الصراحة، كتير قل الأدب يعني. كتير قل الأدب. أنا فانزاتي أو محبيني أو متابعيني هن اللي طلعوني، ليش أشوف حالي وأحكي عليهم شوفوني إحنا وين وإنتوا فين؟ لا، مو هيك، غلط، عيب، ما يصير. اوكي. حملة إلغاء المتابعة من المشاهير، شو تسوون؟ حياتكم حتكون أفرغ من تشيس الحب. يعني حملة إلغاء المتابعة، شو تشاهدون؟ شو تسوون؟ قالات شو تلتهون؟ بس أريد أفتهم شو تسوون؟ يعني شو حتسوون إذا مو إحنا المشاهير ساترين عليكم قاعد نسوي لكم أجواء؟ هاي جديد خربط. اللهم موت سريعا بحق محمد وآل محمد يا الله. ساترين علينا وات؟ هو انت منو كبر راسك غير هذولاك الناس؟ وهسه يجوني الناس اللي يدافعون عنها. وكم طفل دقوا بيه. أني فاطمة للتربية والتعليم. شبيش حبيبي؟ وشنو ساترة علينا؟ يعني كلامها مستفز إلى درجة، يعني حرفيا دا تقول للمشاهد انه انت ما عندك لا شغل ولا عمل، بس قاعد تتصفح وتنتظرنا ننزل لك محتوى. واو، او ماي جاد. هو اصلا منو يتابع هيش نماذج؟ بس مع الاسف اكو هواية ناس تحب هيجي نماذج. اوف يا الله، راح اصير عصبية. لا 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 لا. طبعا انا صراحة هاي البنت كلش ما احبها. بسرعة الفيديو اللي وراه، بسرعة نشوف الفيديو اللي وراه. ضخمني الطامن لطمني، غلط تشملون كل الناس، لأنه بالأخير السوشيال ميديا ممكن أنتوا تشوفوا شيء تافه، بس هو بالأخير مصدر رزق عالم، وأني من ضمن هالعالم. وأني كقمر أنا أقولها، أنا الحياة اللي أنا عايشتها والأشياء اللي أنا وصلت لها والسفرات اللي سافر لها والبراندات اللي بدي ألبسها وكل شيء وصلت له بفضل السوشيال ميديا وبفضل متابعيني. الحمد لله، لو ما الله وفقني بالسوشيال ميديا وحبب الناس بي وسخر لي هاي المحبة وذول البشر، أنا ما كان وصلت لهنا أنا صراحة. طبعا اكو تكملة للفيديو بس جدا طويل، فاختصرت لكم. المهم تقول انه اني متفاجئ انه اني حاطيني ضمن حملة دبي، واني اقدم محتوى مفيد وحتى انصح هواية من البنات، يعني بين قوسين محتواها مفيد على حسب كلامها. أنا صراحة مو متابعتها ومو متابعة أي أحد، وأصلا ما أعرف شنو محتواها، بس أعتقد شفتها بحفلات عرس أو أشياء ترندية. الشغلة الثانية لاحظت كم وحدة، يعني كم وحدة علقت لي مثل هذا التعليق إنه على حملة شلة دبي وما شلة دبي. شوفي بدي أقول لك على شغلة، أنا اللي بتابعني كتير منيح من زمان، بلبس ضيق، بلبس عريض، بلبس اللي بدي إياه، أوكي؟ أنا مو محجبة، فأنا بلبس اللي بدي إياه على حسب مزاجي وكيف ما أنا بدي، تمام؟ وإذا أنت عم تقولي إنه شلة دبي تستر بعد الحملة، يعني ما بعرف قصدك إنه شو. تمام. لكل اللي عم يسأل عني، أنا وضعي كثير منيح وبأجمل أوضاعه، أوكي؟ هيدا الحاقدين والمكرهين ديروا بالكم، تخوف بضرب. هم هذول الناس اللي تتابعوهم ومنشوراتهم تصير ترند وتحصل ملايين المشاهدات. للأسف على هيجي مشاهير، يعني إذا شخص وعى على نفسه وأدرك إنه الشي اللي جاي يشاهده غلط وبدون فايدة ومضيعة للوقت، حرفيا مضيعة للوقت، صار حقود أو كاره أو حتى مقهور، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. طبعا أني مع مو ضد الحملة، والناس من حقها تشوف الشيء اللي يناسبها ويفيدها. طبعا وأني أتصفح شفت مقاطع لحملة جديدة اسمها حملة إلغاء متابعة شلة العراق.
خلاص رحت بيها. الشاقة أنا أصلا مو مشهورة ولا أحد أصلا يعرفني، بس دا أنطي رأيي وأتونس وياكم. هاي إذا أكو أحد باقي لهاي اللحظة. طبعا يا جماعة الخير صدق هذول من عندنا. يما شنو هاي؟ العراق بحالة خطرة وفعلا نستحق الحملة، وخص نص نارو ديروا بالكم عليها، وأي شخص يقدم محتوى بلا قيمة سووله حملة. وبس الخلاصة انه اني وياكم مو ضد الحملة، وبالتوفيق لكم بأي شي تشوفوه صح. بالنهاية بدونكم اي شخص مستحيل يصير مشهور. واكو تعليق هماتين كلش صدمني، اقروا. وهماتين اكو هاشتاج ويا هاشتاج حملة إلغاء متابعة شلة دبي، واللي هو معا لإنقاذ الأجيال القادمة. هل تتوقعون إنه الناس راح تستمر بهاي الحملة أو لا؟ أعتذر إذا أكو ضوضاء، بس أكو ناس دا تشتغل وأني ما أقدر يعني أأجل الفيديو أكثر من هيجي. وبس يا جماعة الخير، هذا كان فيديو اليوم. باي.